هلو في الجنينه. مبسوط ان احنا في الجنينه والقعده ظريفه، فبص اديكم كده الاسئله تبقى ظريفه وخفيفه. يلا ليتس جو اسئله. ماشي. الكتاب المقدس ليه ترجمات مختلفه وكتيره قوي في الانجليش وفي العربي وكل حاجه، فايه اللي يثبت ان مفيش حاجه اتغيرت في الترجمه الاصليه؟ وليه اصلا في حاجات كتيره اتغيرت؟ ليه في ترجمات اوكي، تعالى ناخد الترجمات دي من بدري شويه. ماشي. من اوائل الترجمات اللي اتعملت الترجمه السبعينيه، الترجم العهد القديم من اللغه العبريه بتاعته للغه اليونانيه. قعدوا حوالي 72 واحد كل واحد في اوضه عشان يترجم، عشان كده سموها الترجمه السبعينيه، عشان تقريبا 70 واحد عشان يترجموا العهد القديم من اللغه العبريه الى اللغه اليونانيه. ليه ترجموا للغه اليونانيه؟ علشان اسكندر الاكبر في الوقت ده تقريبا كانت سنه 300 قبل الميلاد، غزا جزء كبير جدا من العالم، وكانت اللغه اليونانيه هي اللغه السائده، فعشان الناس تقرا الكتاب المقدس بالذات العهد القديم ترجمه من العبري للغه اليونانيه فالناس تعرف تفهم وتقرا. من اوائل الترجمات. وبعدين سنه 300 ميلاديا عملوا حاجه اسمها الكوبتيك ترانسليشن، الترجمات القبطيه، ودي كانت بلغه مبسطه جدا بسيطه جدا عشان اغلبيه الشعب باللغه العاميه يعرف يفهم الكتاب المقدس. وبعد شويه اتعمل حاجه اسمها الفولجادا، ودي ترجمه مهمه جدا جدا جدا. العهد القديم من العبري والعهد الجديد من اليوناني، الاثنين اترجموا للغه اللاتينيه تقريبا سنه 405 ميلاديا، وده كان حد اسمه جيروم اللي ساعد في القصه دي وكان ليه دور مهم جدا. الترجمه اللاتينيه دي قعدت تقريبا مستخدمه حوالي 1100 سنه لغايه 1550 ميلاديا، كان منها حوالي 10000 نسخه. مهم جدا نعرف انه ناحيه الغرب كانوا بيستخدموا اللغه اللاتينيه واحتفظوا بيها لوقت طويل جدا، ناحيه الشرق كانوا بيستخدموا اللغه اليونانيه بسبب غزو اسكندر الاكبر. كويس. بعد شويه حصلت حاجه مهمه جدا، مخطوطه اسمها الكودكس سيناتيكس، تقريبا سنه 350 ميلاديا. العهد القديم باللغه اليونانيه والعهد الجديد باللغه اليونانيه، والكودكس متسمي كودكس لانه هو عامل زي الكتاب، يعني زمان كان في سكرولز، بعد شويه عمل الكودكس ده زي الكتاب اللي احنا بنسميه النهارده الكتاب ده بوك. بعد شويه بقى عندنا ايباد وعندنا كمبيوتر، بقت الحاجات ديجيتال، فالدنيا بتتطور. كويس. ده كان اسمه كودكس سنه 350 ميلاديه، ودي نسخه مهمه جدا من المانيسكريبتس اللي هي المخطوطات. المخطوط عباره عن حاجه مكتوبه بخط الايد، منسوخه بخط الايد، لان ما كانش في ساعتها طباعه. الطباعه اتعملت تقريبا سنه 1450 في جوتنبرج، فده كان منسوخ بالايد. بعد شويه طلع كودكس تاني مهم جدا جدا جدا، نسخه مهمه قوي اسمها الكودكس فاتيكانس، ودي كانت سنه تقريبا 450 ميلاديا، برضو العهد القديم باليوناني والعهد الجديد باليوناني. بعد شويه سنه 500 ميلاديا طلع ترجمات تانية في ايست جورجيا، وطلع ترجمه ارمنيه وترجمه اثيوبيه نوبيه، ده ناحيه الشرق. كان في اليوناني موجود، بس الكنيسه ما منعتش ان يبقى في ترجمات تانية بلغات تانية مختلفه الناس بتتكلمها، بينما في الغرب اللاتينيه كانت مسيطره، وما الكنيسه ما سمحتش ان يبقى في ترجمات تانية، ولدرجه انه القاده بتاعت الكنيسه بالذات الكنيسه الكاثوليك ما سمحتش للناس انها يبقى في ترجمات، وبالتالي الشعب ما كانش بيقرا ولا بيفهم اللاتيني، فكانت القراءه بتاعت الكتاب المقدس مقتصره على القاده بتوع الكنيسه، لانه يعني دي كانت اللغه اللاتينيه ومش سامحه بلغات تانية، برغم انه كان في ناس بيتكلموا الماني، ناس بيتكلموا في فرنش فرنساوي او ايطالي او كويس. بعد شويه حصل حاجه مهمه جدا سنه 500 ميلاديا، مجموعه اسمهم المازوريتس، قالوا كده اللغه العبريه هتروح مننا عشان في ترجمات تانية وهنفقد اللغه، فعشان يحافظوا على اللغه العبريه من تقريبا سنه 500 ميلاديا ل 1000 ميلاديا ابتدوا يحتفظوا او يحافظوا على اللغه العبريه، وعملوا التشكيل في اللغه العبريه بالذات في العهد القديم. سنه 900 تقريبا او 910 عملوا النسخه الكي جي في فيرجن بتاعنا اللي بنقراه النهارده بالانجلش، الكينج جيمس فيرجن. العهد القديم جاي من المازوريتس، دي راجعه تقريبا تاريخها ل 900 ميلاديا. طبعا بعد شويه اكتشفوا الداد سي سكرولز اللي هنتكلم عليها كمان شويه في سنه 1947. احنا بنصور هنا في القاهره، فاللي هيتفرج يبقى عارف على مدار تقريبا او على بعد 6 ساعات من هنا تقدر تاخد العربيه وتسوق لنجع حمادي، مكان ما اكتشفوا الاكتشاف العظيم ده 1947. تواريخ بتاعه المخطوطات دي تقريبا 1000 سنه قبل المازوريتس دي، لانه تاريخها يرجع من 250 قبل الميلاد ل 68 ميلاديا. كويس معايا ولا تهتوا؟ كويس خالص. بعد شويه حصل حاجه مهمه جدا، سنه 1300 ميلاديا
ابتدوا يطبعوا آية بصورة تعبر عن الآية دي على لوح خشب. ما كانش الموضوع مكلف، بس عشان الناس تقرا الكتاب المقدس بيكتبوا مجرد آية وصورة تعبر عن الآية ويتداولوها بين الناس، عشان نعرف قد ايه أهمية الكتاب المقدس اللي معانا دلوقتي. احنا نقدر نقراه وننزله وداونلوده على الايباد آية وعلى بكل صورة. بيعملوا آية بصورة معينة ويحطوها على لوح خشب برينتد ويودوها للناس عشان الناس تقراها. ده لسه انا هفاجئكم بحاجة تانية أصعب شوية، عشان برضو غلاوة الكتاب اللي احنا في ايدينا النهاردة لا يقدر بثمن. بعد شوية حصل أول نسخة باللغة الإنجليزية سنة 1384. أول بايبل بالإنجليش كان اللي هو جون ويكليف. كويس. الراجل ده ترجم العهد القديم من العبري والعهد الجديد باليوناني، بس أخذ الترجمة دي للإنجليش من الفولجادا. فهو أخذ ترجمة من ترجمة اوريدي موجودة اللي هي الفولجادا اللي كانت باللاتيني، فما خدش من أصل المخطوطات، هو ترجم للإنجليزي من الفولجادا اللي هي كانت اوريدي باللاتين. دي خلي بالكم كانت هاند ريتن كوبي، يعني البايبل اللي بالانجلش ده سنه 1384 بتاع جون ويكليف ما فيش طباعه لسه. الطباعه دي كانت 1450 صح كده؟ فده كانت هاند ريتن كوبي. كل نسخ الانجليش اللي اتعملت حوالي 250 نسخه، فده نسخ محدود جدا. وده اللي على فكره كان مكتوب فيه بالانجلش جيكوب كان متسمي جيمس، فلكن في اتلخبطه شويه اللي احنا بنسميه يعقوب بالعربي كان فيش اللخبطه. بعد شويه عملوا الترجمه في سنه 1455 بالطباعه، ظهرت الطباعه وتنورنا جوتنبرج، فبقت في طباعه. واول نسخه مترجمه ينفع كانت تطبع، مش بقى مكتوبه بنسخه بخط الايد، كانت النسخه بتاعه الفولجادا اللي هي باللغه اللاتينيه. حصل حاجه تانية مهمه جدا 1453 شايفين تطور فالترجمات ظهر من 1000 يعني تقريبا من 1000 من اولموست 300 قبل الميلاد اول ذا واي لغايه وصلنا 1453 ميلاديا. الاتراك غزوا الحته اللي كان فيها اليونانيين اللي هي تركيا، فكانت اليونانيين الناس اللي عايشه هناك مشوا من الحته دي وراحوا غربا، وكانوا اخذوا معاهم المانuscripts اللي باللغه اليونانيه، لان العهد الجديد مكتوب باللغه اليونانيه، فكان معاهم مخطوطات باللغه اليونانيه. وده فادنا جامد قوي في حاجه بنسميها التكستس ريسبتس، ودي حاجه مهمه قوي في الفيرجنز اللي معانا. ايه ده؟ واحد اسمه اراسموس كان ليه تاثير ضخم جدا انه يعدل اللغه بتاعه اللاتينيه اللي هي في الفولجادا باستخدام مانuscripts، يعني مخطوطه اصليه او نسخ بس قريبه من تاريخ النسخه الاصليه، في انه يصلح حاجات ما كانتش موجوده مظبوط في اللغه اللاتينيه، فاعاد صياغه اللغه الفيرب بتاعت اللغه اللاتينيه اللي في النسخه بتاعت الفولجادا، لانه كان معاه نسخ جايه شبه النسخ الاصليه او من الاصل بتاع المخطوطات اليونانيه بالذات في العهد الجديد. واضحه الحته دي؟ واضحه. بعد شويه طلع بايبل تاني بالانجلش بعد جون ويكليف، التاني على طول بتاعه سنه 1526 اللي هو بايبل مشهور جدا اسمه تينديل. التينديل بايبل ده اخذ بقى ترجم للانجليزيه من المخطوطات اللي بالعبريه في العهد القديم، لأن العهد القديم اتكتب باللغة العبرية، وأخذ اللغة بتاعة اليونانية بتاعة العهد الجديد وحطهم وحطهم بالإنجليزي. كل الكتب اللي لقوها بعد ما حاجات كتير منها اتحرقت 3 نسخ. 83% من الكينج جيمس فيرجن بالذات في العهد الجديد اللي معانا جاي من التنديل بايبل. فالعهد القديم الكي جي في جاي من المازوريس لو تفتكروا سنة 900 ميلاديا، والجزء بتاع العهد الجديد 83% منه جاي من التنديل بايبل. وبعدين بعد شويه حصل حاجه مهمه جدا جدا، طلع فيه 3 بايبلز. البيشوبز بايبل ومتسمي كده لانه البيشوب كان بيشرف عليه، جنيفا بايبل لانه اتعمل في جنيفا في سويسرا، وبعدين في حاجه ثانيه اسمها ذا جريت بايبل، كتاب ضخم جدا هو العهد القديم والعهد الجديد، بس ذا جريت بايبل لانه كان كبير. كينج جيمس فيرجن اللي معانا دلوقتي في البايبل ده عمل حاجه مهمه، قال يا جماعه كده في نسخ كتير قوي من الانجليزي مش تنفع الكلام ده، نجمعهم في واحد اللي هو الكينج جيمس فيرجن، وبدي بقت النسخه اللي معانا حاليا في الكتاب المقدس كامله اللي هي الكينج جيمس فيرجن من سنه 1611. اوكي، فده بيرجعنا امتى الترجمه دي حصلت بالانجلش. حاجه اخيره في الحته دي عشان ممكن يبقى عندكم اسئله. من القرن الاول والقرن الثاني والكنيسه الارثوذكسيه ليها فضل ضخم جدا في الحته دي ولازم نقوله، كل اقوال الاباء تقريبا سنه 200 ميلاديا، لو جمعت اقوال الاباء بس
بس اقوال الاباء، مفيش انجيل مرقس ولا انجيل يوحنا، بس اقوال الاباء تطلع العهد الجديد كله كامل 4 نسخ منه ما عدا 11 ايه. ليه بنقول القصه دي؟ علشان نقول يا جماعه قد ايه مهم موضوع الترجمات. الله مش الله بالوحي ولازم هو كلمه واحده لا، احنا ما عندناش ده في الكتاب المقدس او في المسيحيه. ليه؟ لانه ربنا عايز يودي الكلمه بتاعته لكل الناس. فلو انا بتكلم لغه الشخص ده مش عارفها، طب ما مش هيفهمها. ما عندناش في الكتاب المقدس الوحي بالكلمه. الله خلى ناس على مدار 1600 سنه، الكتاب المقدس العهد القديم والعهد الجديد 66 سفر اتكتبوا في خلال 1600 سنه، فده مدار كبير جدا. من 40 واحد تقريبا 31 منهم من العهد القديم و9 في العهد الجديد. لما تاخد من الجلده للجلده العهد القديم والعهد الجديد وتحطه في الكتاب المقدس كله، ما تلاقيش فيه اي تناقض، مع انه مكتوبين في اوقات مختلفه خالص عن بعض. ده مش مدار 5 سنين، ده على بعد 1600 سنه فرق. بالعكس، ده في العهد القديم نبوات عن العهد الجديد موجوده في العهد الجديد اتحققت. ففي العهد القديم ما فيش اي تناقض، بالعكس بنشوف نبوات موجوده في العهد القديم اتحققت في العهد الجديد. بنشوف في العهد الجديد المسيح كوتد اقتبس حاجات موجوده في العهد القديم. ازاي من 1600 سنه؟ على فرق 1600 سنه، ده وقت طويل قوي. 40 واحد بيكتبوا بخلفيات مختلفه، كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم والتقويم والتوبيخ لكي يكون انسان موثوقين من الروح القدس. فده ما تلعبش فيه. ليه في ترجمات مختلفه؟ عشان نجاوب على السؤال ده، عشان انا مش معايا اصلا مخطوطه. الكتاب اتكتب ب3 لغات، بالعبري بالذات في العهد القديم، باليوناني في العهد الجديد، وكتب اجزاء باللغه الاراميه مش كتير. طب انا ما بفهمش ولا يوناني ولا عبري ولا ارامي، هفهم ازاي اللي ربنا عايز يقوله؟ That's why ده اللي احنا عندنا ترجمات. ومهم جدا، انا شخصيا وانا بذاكر الكتاب، وقلت ده قبل كده في حلقات قبل كده، انه انا وانا بذاكر انا فاهم بعمل كده. عندي ال NLT وعندي ال NIV، ودي ترجمات طلعت جديد شويه، وعندي العربي عشان انا بفهم عربي، ال AVD الفان دايك، وساعات بحط على جوجل ترانسليت الحاجات بتاعه المانuscripts الانجليش عشان اعرف اصل المعنى ده. فالترجمات دي بتقرب لي المعنى للمعنى الاصيل، عشان اتاكد ان فهمت المعنى بالظبط اللي اتكتب بيه الاصل. واضحه الفكره يا جماعه؟ طب ليه عملنا نسخ كتير؟ عشان احنا ناس كتير قوي قوي قوي. قبل ما يبقى في فيرجنز ديجيتال والناس تداونلود في ثانيه، ليه عملنا هاند ريتن كوبي كتير؟ عشان ناس كتير، هو عايز الناس كتير تعرفها وتداولها. لدرجه انه لو تفتكروا مثلا، مش عارف شاركتكم بالقصه دي ولا لا قبل كده، انه الناس كانت بتأجر لمده ساعه مقابل هي اللي هو القش او المزارعين يعني في الوقت ده بالذات، من التنديل بايبل سنه 1526. فتدي الواحد شويه قش لمده ساعه ياخد صفحه من الكتاب المقدس، بس يأجرها لمده ساعه. وده موجود في التاريخ، يعني ده كلام تقدر تراجعه وتذاكره هتلاقيه في التاريخ. فاحنا عندنا كنز وحاطينه على المكتب ما بنقراهوش. او لو انت عندك اب على الموبايل، ذاكر ترجمات مختلفه. شخصيا ارجح ال NIV وال NLT، ده مسج ممكن تقرا منه. لو انت بتقرا بالعربي اقرا بالعربي، بس مهم ان يبقى في ترجمات مختلفه قدامي عشان اوصل للمعنى الاصيل. الكتاب المقدس مش حقيقي عشان احنا مصدقينه، يعني حقيقته مش جايه عشان احنا مصدقينه، لكن احنا مصدقينه لانه حقيقي. فاحنا مصدقينه لانه التروث بتاعته جايه من انه ترو، فاحنا مش بنحاول نخليه ترو. فاهمين الفكره دي؟ مش بنحاول نخليه حقيقي او اصلي او لا، هو فيه الحق ده اوريدي، احنا بنصدقه عشان هو اوريدي حقيقي. فاهمين الفكره دي؟ فاحنا مش بنديله صلاحيته، مش بنديله مصداقيته، لا هو اوريدي فيه مصداقيته لان مكتوب من ربنا 100%. 100% ممكن نتكلم في القصه دي، 100% مكتوب من عند ربنا. فعشان كده احنا مصدقين. كويس؟ طيب السؤال بتاعك، في علم اسمه البيبليوجرافيكال تيست، علم المخطوطات. حلو؟ ده حاجه مهمه جدا. في سؤالين لازم نسالهم. السؤال الاولاني، النسخ اللي موجوده من الاصل، انا عندي الاصل افترض انه اتكتب اشعياء ده في 780 قبل الميلاد، كويس خالص. عندي نسخ منه ناس نسختها. كل ما يكون عدد النسخ كتير، نفترض انه لو عندي نسخه واحده غير لما يبقى عندي 2000 نسخه. ليه؟ عشان لو عندي نسخه واحده هقارن النسخه دي اللي ما عنديش غيرها بالاصل. لكن لو عندي 2000 نسخه من الاصل وال2000 نسخه دول متطابقين، وبالذات لو ال2000 نسخه دول اتنسخوا في اوقات مختلفه عن بعض، اوقات كبيره مفترقه عن بعض، وطلع انه في تطابق،
يبقى كل واحد بينسخ من اللي قبله. ما انا بنسخ من اللي قبلي صح؟ يعني بعمل نسخه من اللي قبلي، والقبلي بينسخ من اللي قبله، والقبله بينسخ من اللي قبله، باك لغايه الاصل. فلو النسخ دي متطابقه مع بعض متقاربه للاصل، يبقى غالبا النسخ دي مظبوطه والاصل ده مظبوط. يعني فبنقول انا بقلق من النسخه الواحده، مش من ان في كذا نسخه من طبعا كل ما أصل. يكون عندي عدد نسخ اكتر، ده في العلم، ده علم المخطوطات، كل ما يكون عندي نسخ اكتر كل ما يثبت صحه الدوكيمنت اللي عندي الاصل بتاعه. طبعا لو في تلاعب يبقى في حاجه غلط. كويس. فعدد النسخ قد ايه وبعد النسخه من الاصل قد ايه؟ يعني لو الاصل اتكتب هنا والنسخه اتكتبت هنا، فرق 2000 سنه بينهم، الوقت ده طويل قوي 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 قوي، ينفع حد يلعب فيه في النسخه دي. لكن لو الاصل اتكتب هنا والنسخه بتاعته اتكتبت هنا والنسخه اللي بعديه هنا والنسخه اللي بعديه هنا، متقاربين جدا مع بعض في الوقت ما بينهم، غير لو بعيد، لانه احتماليه انه يبقى في لعب في النسخه كبير، صح كده؟ فعندي عدد نسخ قد ايه من الاصل، وكل نسخه قد ايه تبعد بالذات اول نسخه دي من الاصل. ماشي. قبل ما نتكلم على الكتاب المقدس تعالوا ناخد دوكيومنتس مشهوره جدا ونشوف الحتتين دول قد ايه، ونقارن بعد كده بالكتاب المقدس. يلا بينا. ماشي. طيب بليني ذا إلدر دي حاجه مشهوره جدا جدا، محترمه جدا جدا جدا. عندنا منها 96 نسخه، كل النسخ اللي اتكتبت 96 نسخه. قيصر او سيزر 250 نسخه. بليتو الفيلسوف المشهور خالص 220 نسخه. عهد الجديد عندنا كم نسخه منه؟ فاكرين الارقام؟ 96 250 220. الدوكيومنتس اللي هي المهمه قوي قوي قوي. العهد الجديد بس، العهد الجديد بس، مش بتكلم حتى على العهد القديم، العهد الجديد بس فوق ال 24,000 نسخه. من ال 24,000 نسخه دي عندنا 5838 نسخه باليوناني. ما فيش مقارنه اصلا. طيب فاكرين النقطه الثانيه يبعد قد ايه عن الاصل؟ كويس. ناخد نفس الدوكيومنتس اللي مهمه جدا، فلاسفه كتبوها. بلين ذا إلدر الفرق بين الاصل وما بين النسخه اللي موجوده 750 سنه. قيصر او سيزر 950 سنه. بليتو 1300 سنه. العهد الجديد 48 سنه. كانت 750 950 ألف. العهد الجديد يعني دايما بنقول العهد الجديد اتكتب في ظل الأحداث اللي موجودة. احنا شفنا، احنا سمعنا، احنا كتبنا اللي احنا كنا موجودين فيه. فالناس اللي كتبت العهد الجديد دي، النسخ اللي عندي دي ناس كتبت عاشت مع المسيح، شافت المسيح الذي رأيناه ولمسناه بنقول لكم عليه يا جماعة احنا. فده بيدي مصداقية للكتاب المقدس رهيبة. المخطوطات في العهد القديم عندنا فوق ال 64,000 نسخة. مخطوطات الكتاب المقدس كله لما تجمعهم على بعض 66,463. 66,000 نسخة. مفيش حاجة كده، مفيش حاجة في الكتاب المقدس، مفيش. ما عندناش أي دوكيمنت تاني مقارنة بالكتاب المقدس ينفع أصلا تتقارن بالكتاب المقدس. وده علم، عشان أثبت صحة الدوكيمنت بشوف النقطتين دول. فيا جماعة الكتاب المقدس بالعهد القديم والعهد الجديد This is the Bible. واضحة الحتة دي؟ واضحة. أنا عندي سؤال، هو أنا بقى إيه اللي يأكد لي إنه الله هو اللي كتب الكتاب المقدس، مش إن يبقى حد هو اللي كتبه أو شوية ناس كتبوا حطوا التاتش بتاعهم؟ زي مثلا بحس إن هي غريبة قوي إنه تيموثاوس الثانية بولس كتب تيموثاوس وانت جاي هات لي الجاكيت معاك والكتاب معاك. طب ما دي حاجه انسانيه يعني، اكيد مش الله هو اللي كتبها، او انا هستفاد منها ايه يعني؟ ما مش عارفه. طيب نقول كذا حته في الحته دي. اوكي. كل كتاب هو موحى به من الله. عندي نقطه مهمه جدا في الحته دي. ونافع للتعليم، توبيخ، تقويم، تأديب، لكي يكون انسان الله كاملا. ادي احنا عارفينها صح؟ من واحنا في مدرسه احد كل الكتاب، ودي في ترنيمه. كل كتاب مقدس موحى به من الله، مش عشان التقويم، مش عشان التأديب، مش عشان دي مش الآية. لكي يكون إنسان الله كاملا. أنا بقرأ الكتاب المقدس، ودي نقطة مهمة قبل ما نخش في الحتة دي. أنا بقرأ الكتاب عشان أتغير. هدف قراية الكتاب المقدس مكتوب لي من ربنا، وهنيجي للحته دي، عشان اتغير، مش عشان التقويم والتأديب والتعليم دي التولز اللي بتحصل، البيوريفيكيشن، التنقيه اللي بتحصل في السكه، عشان هدفي ان اتغير، مش عشان اخد معلومات. ودي نقطه مهمه تهمني. مش هدف ان اقرا الكتاب المقدس انه ابين بقى انا عارف قد ايه من المعلومات من الكتاب المقدس وحافظ ايات انا بقرا الكتاب عشان اتغير في الاصل. واضح الحته دي؟ اوكي.
النقطة الثانية، كل الكتاب هو موحى به من الله، مسوقين من الروح القدس. الكتاب اتكتب موحى به من الله لأناس كتبوا الكتاب في العهد القديم وفي العهد الجديد مسوقين من الروح القدس. مين الروح القدس؟ ربنا، الله. اتكتب من خلال ناس. فلما بولس بيكتب في الرسائل مثلا، بولس بيكتب من الروح القدس باستخدام الاسلوب بتاع بولس، مختلف خالص عن عاموس. لما تقرا عاموس، الاسلوب بتاع عاموس مختلف خالص عن الاسلوب بتاع بولس، مختلف خالص عن مرقس لما كتب انجيل مرقس، مختلف عن موسى لما كتب الخمس كتب في العهد القديم. الله بيستخدم الشخص في خلال الاحداث اللي عايش فيها. عشان كده ساعات بيتكلم عن حاجات موازيه للعصر اللي موجودين فيه. ليه بولس بيحكي مثلا في موضوع هات الكتب والجاكيت عشان دي حته مهمه جدا في تيموثاوس مثلا الثانيه اللي انت بتقوليه ده، عشان يقول لي ان بولس كان موجود البلد اللي بيتكلم عليه ده في هات الحاجات دي من ترواس. ترواس دي اللي هي تقريبا تركيا النهارده، بلد ما عندهاش مسيحيه كتير. ده معناه انه بيعرفني ان بولس كان موجود في بلد مش مسيحيه. بولس بيقول لي ان عنده ضعف انساني، لانه بيقول له هات الجاكيت، لانه كان الوقت ده في كتابته اقرب للشتاء، بادر ان تجيء الي قبل الشتاء. انسان زينا بالظبط. بيقول له هات الكتب. ده بيقول لي انه كان بيقرا كتير، واحنا عارفين انه كان بيقرا كتير. الجزء الانساني ده اللي ربنا بيستخدم فيه الشخص من الروح القدس، ما بيكتبش من نفسه، لكن بيستخدم الروح القدس الشخص ده، وربنا بيملي الكلام، بيحط الكلام من خلال الشخص واسلوبه. واضح الفكره دي؟ اتكتب على مدار 1600 سنه 40 واحد، اتفقنا. كل كتاب مكتوب من الروح القدس، الله اللي كاتبه. فنحن نؤمن ان العهد القديم والعهد الجديد من ربنا، كلمه ربنا، وما تلعبش فيها. واضح الحته دي؟ طيب نجاوب على الحته دي من الكتاب عشان نثبت اكتر الفكره دي. ماشي؟ بنقول بنصدق ازاي انه حقيقي ما تلعبش فيه. كذا نقطه. واحد، الاي ويتنس، شهود العيان اللي كتبوا الكتاب بالذات في العهد الجديد. عندنا شهود عيان يا جماعه كتبناه. فبيقول مثلا في يوحنا الاولى اصحاح 1 وعدد 3: الذي رايناه وسمعناه نخبركم به لكي يكون لكم ايضا شركه معنا، واما شركتنا نحن فهي مع الاب ومع ابنه يسوع المسيح. في بطرس الثانيه، ده يوحنا، بطرس الثانيه، بطرس بيقول في بطرس الثانيه اصحاح 1 وعدد 16: لاننا لم نتبع خرافات مصنعه إذ عرفناكم بقوة ربنا يسوع المسيح ومجيئه، بل قد كنا معاينين عظمته. احنا عايننا، احنا شفناها، احنا كنا معاه. في لوقا 1 من عدد 1 ل4، لوقا بيقول، وده راجل دقيق جدا في الكتابة بتاعته: إذ كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة في الأمور المتيقنة عندنا، كما سلمها إلينا الذين كانوا منذ البدء معينين وخداما للكلمة. رأيت أنا لوقا إذ قد تتبعت كل شيء من الأول بتدقيق أن أكتب على التوالي إليك أيها العزيز ثوفيلس لتعرف صحة الكلام الذي علمت به. فدي ناس بتكتب. نضمن إزاي؟ ده مش واحد قال لواحد والتليفون الخربان، اتكلمنا في القصة دي كده، لا، وفي الآخر وصلت لنا المعلومة. ده واحد بيكتب عن حد، ومش واحد بيكتب، ده بطرس ويوحنا ومرقس، كذا حد بيكتب عن حاجة هم شافوها. 2، بيرجعوا اللي بيكتبوه للناس. يعني مش انا بقول النهارده لماري، فماري تيجي مثلا تشكك في الموضوع فتقول على فكره شادي قال 1 2 3 4. لا، هو مش بيتكلم 1 أو 2، هو بيرجع الكلام للناس اللي بتسمع وبتقرا الكلام ده. فانتوا يا جماعه انتوا كمان كنتوا معايا، انتوا كمان سمعتوه، انتوا كمان شاهدتوا اللي احنا شفناه. انا مش بحكي لكم عن حاجه غريبه، انتوا كنتوا موجودين. فبصوا مثلا بيقول ايه في اعمال 2 عدد اصحاح 2 عدد 22: ايها الرجال الاسرائيليون اسمعوا هذه الأقوال، يسوع الناصري رجل قد تبرهن لكم من قبل الله بقوات وعجائب وآيات صنعها الله بيده في وسطكم كما أنتم تعلمون. وعظة بطرس، ليه في 3000 واحد جم في أول وعظة بطرس؟ كان سهل قوي يجوا 3000 واحد، رقم ضخم جدا، عشان هو بيتكلم عن حاجة، بيوعظهم بحاجة هم شافوها وسمعوها. انتوا يا جماعة سمعتوه شفتوه، هذا يسوع المسيح الذي قد صلبته. فكان سهل على الناس، ايوه يا جماعه احنا كنا موجودين احنا شفناه، احنا المسيح ده كان ماشي معانا في نفس الشارع، وعلى فكره قام في اليوم الثالث وقعد لنا 40 يوم بيظهر لينا. فلو كان في لعب في صحه الكتاب، الناس اللي حواليه ما كانتش هتسكت، كانت هتعترض. مش واحد في البير السلم بيكتب، لا، ده كان في ناس، فبيرجع الكلام للناس، فالناس بتبقى شهود معاه. تمام. كمل. 3،
أعمال الرسل أصحاح 1 وعدد 3 بيقول كده في أعمال الرسل أصحاح 1 وعدد 3: الذين أراهم أيضا نفسه حيا ببراهين كثيرة بعدما تألم وهو يظهر لهم 40 يوما ويتكلم عن الأمور المختصة بملكوت الله. النقطة دي مهمة جدا. احنا قلنا قبل كده في سؤال تاني محدش بيموت عشان حد، صح؟ احنا كل واحد فارق مع نفسه، دي الحقيقة، محدش بيموت عشان حد. والكتاب حتى بيقول لأجل الصالح يكسر أحد أيضا أن يموت، يعني حتى لو أنت كويس قوي محدش هيموت عشانك، يعني ده لو أنت كويس قوي. إيه اللي يخلي التلاميذ دول لما أقول لكم الأسماء مثلا نديكم بعض الأمثلة يموتوا من أجل اللي ماتوا عشانه؟ يبقى لازم يكونوا كانوا صدقوا قوي 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 في اللي ماتوا عشانه ده. ما حدش بيموت عشان كذبه غير لو مصدقها انها حقيقيه قوي فتستاهل ان نموت عشانها. يا جماعه احنا ما ينفعش نسكت على القصه دي. المسيح مات وقام في اليوم الثالث وقعد لنا يظهر لنا لمده 40 يوم وكان منهم مره ظهر ل 500 واحد. احنا هنكتب، احنا هنموت. بص يعني لو دي اخر نهايتنا عشان بس نقول للناس انه ده اللي حصل، هنموت. ما حدش بيموت لحد او لحاجه الا لو كان مصدقها قوي انها حصلت. بص مثلا الأمثلة دي: بطرس مات في روما على صليب متشقلب بالمقلوب. أندراوس مات على صليب أو اتصلب على كروس شيب في اليونان. جيمس اللي هو إيه بالعربي؟ يعقوب اتقطعت راسه من الملك هيرودس في أورشليم. لكن يوحنا اللي كتب إنجيل يوحنا سنة تقريبا 90 أو 95 ميلاديا ده الوحيد اللي ما ماتش بالطرق ديت واتنفى لجزيرة بطمس وكتب إنجيل وسفر الرؤيا، رؤيا يوحنا. فيلبس اتصلب اللي بنسميه النهارده تركيا. نسنائيل اتعرى، يعني اتعرى خالص على اللحم واتقتل في أرمينيا، اتذبح. توما في الهند. متى اتقتل بالسيف في اثيوبيا. يعقوب ابن الفاس قعد يرجموه بالحجاره لغايه ما مات في اورشليم. تداوس اتقتل بالسيف في ايران. انا ممكن اقعد اكمل. الناس دي ايه اللي يخلي الناس دي تموت بالطرق ديت الا لو كانوا مصدقين في اللي شافوه؟ تستاهل ان احنا نموت. عندي نقطتين تانيين مهمين قوي، ودول نقطتين مهمين قوي 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 قوي. 4 دي نقطه مهمه قوي. عندنا تقريبا 40,000 كاتب اللي كانوا بينسخوا. كويس؟ عشان يبقى كاتب، عشان ياخد لقب الكاتب ده، عشان يعرف ينسخ، كان لازم يحفظ 4000 رول او ريجوليشن او يعني قاعده من القوانين اللي موجوده في التوراه، اللي هم اول 5 كتب في العهد القديم، اللي هم ايه؟ تكوين، خروج، لاويين، عدد، تثنيه. عشان انت تصلح انك تنسخ حاجه لازم تكون عارف قوانين عددها تقريبا 4000 قانون عشان تصلح انك تعمل كده. كويس خالص. السكرايب ده او الناسخ ده او الكاتب ده بياخد من 2 ل3 عشان ينسخ بس 5 كتب. كل في العبري عشان ينسخ في 3485 حرف. كل حرف في اللغه العبريه متكون من 4 اشكال، من 4 خطوط. مجرد انك تلعب في ال4 خطوط دول بيعملوا لك الحرف بشكل. تغير الشكل، هم نفس ال4 خطوط بس تغير شكلهم بطريقه مختلفه يبقى حرف. في 3485 حرف. كل حرف مكون بس من 4 خطوط. واو. مش دي اكتر حاجه. بعد ما الكاتب ده ياخد 2-3 عشان ينسخ نسخه واحده بس من 5 كتب. عايزين يكتبوا بس بياخد 2-3. يجي واحد تاني رباي اعلى شويه كده في الرتبه اسمه ذا كاونتر، يعد كل الحروف حرف حرف. ليه؟ عشان كل حرف ليه فاليو، ليه رقم. فيعد في اخر نسخه اللي اتكتبت دي الحرف ده 21,251. 21,000 جه في النسخه اللي اتكتبت دي، اللي اتنسخت من الكاتب ده، يعد وراه جه 21,252 مره ويقارنها بالنسخه اللي قبليها. لو النسخه اللي قبليها نفس الرقم يبقى النسخه اللي اتنسخت دي بيرفكت، ممتازه. لو الرقم ده غلط يعيد النسخه كلها. يا لهوي على المجهود. مين بيعمل كده؟ ناس مصدقه بجد، ناس شافت. فاحنا بنتكلم على حاجه اتلعب فيها، مش ممكن. ناخد حاجه اخيره. كل مودرن ترانسليشن من الكتاب المقدس، ترجمه جايه من يعني اللي معانا دلوقتي ده بالذات في العهد القديم، جاي من حاجه بنسميها اللينينجراد كودكس. ده نسخه موجوده
1009 ميلاديا، 1009 ميلاديا، 1009 ميلاديا. حلو؟ العهد القديم اللي معانا دلوقتي لغايه من كام سنه؟ سنه 1947 قلت لكم هنتكلم في الحته دي. اكتشفوا على بعد 6 ساعات من هنا، من القاهره احنا بنصور دلوقتي، فراجع حمادي، اكتشفوا اختراع واكتشاف عظيم في التاريخ المسيحي، ديد سي سكرولز. عنديش وقت احكي فيها قوي ازاي اكتشفوها، بس 2 عرب كانوا موجودين اكتشفوا جارز، زي الجارز الجميله دي اللي موجوده جواها مخطوطات كتير قوي 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 قوي، منهم 300 مخطوطه بيبليكال كتابيه، منهم اللي بنسميه، ركزوا معايا، النسخه الكامله الوحيده اللي لقوها في المخطوطات دي هي نسخه اشعياء. سفر اشعياء اللي موجود معانا لقوا نسخه منها كامله، ودي النسخه الكامله الوحيده من المخطوطات اللي لقوها. نسخه كامله كانت الاشعياء. المخطوطات دي تاريخها يرجع ل 250 قبل الميلاد، ما بين 258 قبل الميلاد ل 68 ميلاديا. احنا كانت اخر نسخه عندنا كام؟ 1009 ميلاديا. بالاكتشاف ده من كام سنه دي بريدجد، او يعني قربوا المسافه ما بين 1009 ميلاديا ل 150 قبل الميلاد، اللي هي النسخه بتاعت اشعياء دي اللي في النسخ بتاعت الديد سي سكرولز. حوالي 1100 سنه فرق ما بين 1009 ميلاديا و150 قبل الميلاد. ده اشعياء وده اشعياء. الفرق كام؟ 1100 سنه. لما تقارن النسخه بتاعت اللينينجراد كودكس والنسخه بتاعت الديد سي سكرولز، متطابقه 100%. سفر اشعياء بالكامل ما عدا 17 حرف. ال 17 حرف مختلفين علشان سبيلنج، يعني زي البريتش والانجليش كده. اقنعني ازاي؟ مش ممكن ده يكون اتحرف او اتلعب فيه. حاجه اخيره في الحته دي افتكرتها، في ملوك كتير قوي، بس لو خدنا 29 ملك من بالذات من العهد القديم، في ال 29 ملك دول في 195 حرف، حرف 195 حرف في ال 29 ملك دول اسمائهم. لما تقارن ال 195 حرف دول بتوع ال 29 ملك دول اللي موجودين في الكتاب، حروفهم حروف صعبه جدا، اسماء ملوك صعبه جدا، الحروف متطابقه 100% ما بين اللي جاء في التاريخ في الكتب التاريخيه والكتاب المقدس. فيا جماعه الكتاب المقدس ما تحرفش، ما تلعبش فيه. طيب بس يعني انا مقتنعه بكل حاجه انت قلتها، بس انا من كام يوم كنت بقرا في الكتاب وبقرا من ترجمه NIV، ففي متى 17 كنت بقرا عادي جدا، بعدين لقيت انه في فيرس مش موجود، يعني هي الايه مرقس 16 قصدك؟ وفي متى 17 يعني كان في برضو في فعلا في مرقس 16 من 9 ل 20 بيبقوا يا اما مش موجودين يا اما موجودين بين قوسين، ولما جيت اسيرش لقيت انه اصلا ما كانتش موجوده في المخطوطات اللي في الاول. ايه يعني ايه تفسير الموضوع ده؟ عشان الناس ما تتخضش تفهم احنا بنتكلم عليه، عشان في ترجمات معينه زي NIV او NLT او كده، لما بتقراهم تيجي عند مرقس 16 من بعد عدد 8 قبل ما يبتدي عدد 9 يقول لك على فكره الاعداد اللي جايه دي مش موجوده في بعض المانيسكريبتس، مش موجوده في بعض المخطوطات. يبقى اهو الكتاب محرف وانت لسه عمال تقول لنا ما تحرفش. اوكي، تعالوا نرجع بالحته دي شويه. عندنا كذا كودكس مهم انا قلت عليهم، كودكس فاتيكانس وكودكس سيناتيكس والكسندرينس. دول نسخ مهمه جدا في التاريخ المسيحي. ايه اللي حصل؟ احنا بنقول بالامانه احنا بنذاكر الكتاب، فاحنا عايزين نرجع للاصل. من مرقس، لو جيت في مرقس 16 من عدد 9 ل 20 في الكودكس بتاع كودكس فاتيكانس مش هتلاقي الاعداد دي من 9 ل 20. اشرح الحته دي. كودكس فاتيكانس متقسم ل3 حتت. الاعداد بتاع 9 ل 20 دي من مرقس 16 ما جاتش في المخطوطه بتاعه كودكس فاتيكانس ولا كودكس سيناتيكس، بس موجوده في الكسندرينس. اوكي، كودكس فاتيكانس ده اللي بيذاكر كويس لما يفتحه هيلاقي متقسم 3 كولم، 3 عمدان. لما مثلا بيكتب متى فهو بيكتب في العمود الاول، وبعدين العمود الثاني لا تسي انه خلص هنا. كويس؟ لا تسي انه بيكتب في العمود الاولاني وبعدين بيجي في العمود الثاني يخلص انجيل متى. كويس؟ انجيل مرقس بيبتدي من امتى؟ بيسيب باقي الكولم ده فاضي ويبتدي من الكولم الثالث على طول. انجيل مرقس اصحاح 1 عدد 1 ويبتدي يكتب. ده الطبيعي، بيسيب باقي الكولم اللي وقف عنده ده فاضي كأنه بيعمل فاصل،
ويخش على الانجيل اللي بعده في الاصحاح الاولاني بتاعه. في الكودكس بتاع فاتيكانوس ده خلص الكولم الاولاني، الكولم الثاني وصل لنصه، سباق الكولم، والكولم الثالث كله فاضي، وابتدى انجيل لوقا من اللي بعده. وده مش الطبيعي، المفروض يبتدي انجيل لوقا من الكولم الثالث. كويس. فاحنا بنقول يا جماعه الاعداد ديت من مرقس 16 من عدد 9 ل 20 مش موجوده في النسخه بتاعه فاتيكانوس ولا الكودكس بتاع سيناتيكس. بس في نقطه مهمه عشان لازم نكون يعني واضحين جدا. في الكودكس بتاع فاتيكانوس الكولم الثاني اللي فاضل فيه حته ده والكولم الثالث، لو جبت الكاتب ودرسته كويس وقست حجم الحرف والمسافه ما بين الحرف والحرف وحطيت اعداد 9 ل 20 في الحته اللي فاضيه من الكولم الثاني والكولم الثالث، هتظبط بالظبط 100%. واو. ولو معايا يعني تولز اقدر اوريكم ده، بس تقدروا يمكن مش عارف موجوده اونلاين ولا لا. فهي مش موجوده، بس لو جبتهم وحطيتهم بنفس الكاتب اللي كتب يفتوا بالظبط. مكانها موجود. ودي نقطه مهمه جدا. فاحنا بنقول مش موجوده، بس في الكسندرينس موجوده. بس حتى في الكسندرينس دايما كانوا بيعملوا زي مارك. الكاتب اللي كتب في النسخه بتاعت الكسندرينس المارك بتاعته مارك مختلفه. يعني المارك يوجولي عملها كده في باقي الاناجيل، لما جه عند الاعداد دي عملها زي ال شيب. فكانه بيقول يا جماعه الاعداد دي فيها حاجه. فاحنا بنقول لا، الكتاب مش محرف. هو احنا من الامانه اخر نسخه عرفنا نوصل لها الاعداد دي، احنا حتى الكاتب نفسه كانه مش متاكد، والامانته عشان يوصل لنا الاصل عايز يقول انه في حاجه هنا. وعلى فكره لو قريت من عدد 9 ل 20 من مرقس 16 مفيش اي تعارض في القرينه، يعني مفيش حاجه غلط. هل موجوده في الوحي؟ ممكن. هل مش موجوده في الوحي؟ مش عارفين، بس احنا بنذاكر وده اللي موجود. واضح الحته دي؟ واضحه. مش كده بقول مهم جدا نراجع نسخ ونشوف نسخ مختلفه، ترجمات مختلفه، نحاول نقرا الاصل لو احنا بنذاكر بجد. بس ان جنرال ملخص القصه دي، الكتاب المقدس ما تلعبش فيه. وده اجزم لو حد بيذاكر حقيقي او حد بيسمع القصه دي، ده الكلام اللي قاله ربنا. لو عايز تعرف قال ايه، ده ما تلعبش فيه بنكله. لا، معلومات كتير واغلبها تقريبا كناش عارفينه، ونبقى عندنا تساؤلات احنا والناس بتسالنا مش بنبقى عارفين قوي نرد، فحلو ان احنا نبقى عارفين. شكرا قوي يا شادي. ايماننا زاد اكيد. ايوه كمان شباب. شكرا. مبسوط ان انا شاركت معاكم الحاجات دي. احنا كمان قوي. شكرا. ربنا معاكم.